يا حاج، وفاضل على الأذان كتير؟ خلاص يا ابني فاضل ربع ساعة. طب لما هو فاضل ربع ساعة يا حاج، ماما ما جابتش الأكل ليه؟ انده عليها وقول لها هات الأكل عشان مش فاضل كتير على الفطار. أمك دي لازم كل فطار كده تأخرنا. ماما ازاي يا واد؟ يلا يا ماما هات الفطار بقى علشان المغرب قرب يأذن. هي مامتك دي على طول بتأخر كده في الفطار يا برشامة؟ ما تروح يا عم تفطر في بيتكم، ايه اللي جابك عندنا؟ أنا عفركوش يا برشامة حبيبك. حبيبي ايه يا عم، حل عن دماغي دلوقتي، عايز افطر. بقى كده يا برشامة؟ خلاص بقى يا فركوش، لو هتقعد اقعد وانت ساكت. أظن بقى إنك كلت كده وشبعت. بصراحة يا ماما تسلم ايدك والله على الأكل. كلت أنت ومليت بطنك يا برشامة ونسيت عفركوش حبيبك. معلش بقى يا فركوش يا اخويا، ساعة الأكل أنا بنسى نفسي. أنا خارج يا بابا أنت وماما دلوقتي، طالعة أصلي على العشاء والتراويح وأقعد على القهوة شوية. هو أنت كده مش بناخد منك غير الصرمحة واللف والدوران؟ يوه يا ماما بقى أنا طالع. ده انت ولية نكدية، ما تسيب الواد. أما رن بقى على الواد حموكشة يجي نقعد شوية في القهوة. إيه يا حموكشة؟ برشامة يا صاحبي. بقولك إيه، تعالى نقعد على القهوة شوية. طب خلاص ماشي، روح انت قدام وانا جاي وراك. قشطة تمام يا صاحبي، هتلاقيني قدامك. مسا مسا يا صاحبي. ده أنا شربت لي 5 كوبايات شاي وأنت لسه جاي. معلش بقى ابو الزوم اللي اتأخرت عليك. يلا بقى اطلب لنا 2 سحلب كده. وانا كمان يا برشامة ما تنسانيش في كوباية سحلب. وماله عفركوش، عينيا حاضر. مين عفركوش ده يا برشامة؟ ده الأنتيم بتاعي. امال هو فين؟ انا مش شايفه. ما هو محدش ينفع يشوفه غيري. طب خليني اشوفه طيب. اظهر يا عفركوش. ازيك يا حموكشة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يخرب بيتك يا حموكشة هتحرقني. وانت كمان خضتني يا عم، ايه ده؟ خلاص بقى يا حموكش اقعد. برشامة انا مش هقعد في القهوة دي طول ما افركوش موجود. ايه ده بقى يا حموكش، ما تحطش عقلك في عقله، انت عارف ان ما عندوش عقل. هو مين ده اللي ما عندوش عقل يا برشامة؟ كده بتضربني يا عفركوش؟ هضربك، وحموكشة صاحبك ده لو مسكتش هيتضرب زيك. طب خلاص طيب. لا مش خلاص يا عفركوش، وريني هتعمل فيا ايه. يا ابني اتلم بدل ما اضحك كل الناس عليك. خلاص بقى يا عم حموكش، عدي اليوم ده على خير. لا انا عايزه اشوف عفركوش هيعمل فيا ايه. طب انا هوريك دلوقتي هعمل فيك ايه. ما انا قلت لك بلاش، مالكش دعوه بعفركوش. انا بقى هطلع لك ديل واضحك عليك كل الناس. ايه ده؟ ايه الحاجات يا حموكش ده، انت طلع لك ديل. يا عفركوش اللي انت عملته ده، مش انت بتتحداني يا حموكشه وتقل ادبك عليا؟ ما انا قلت لك يا عم حموكش مالكش دعوه بيه، ده مفتري. تاني يا برشامه بتغلط فيا؟ خلاص يا عفركوش انا اسف يا صاحبي. شاطر يا برشامه بتسمع الكلام. خلاص يا عفركوش شيل الديل ده وما تضحكش عليا الناس. مش هشيلك الديل ده غير لما تقول حقك عليا يا عفركوش. انا لا يمكن اقول لك حقك عليا يا عفركوش. قبل اقول له حقك عليا واخلص بدل الديل اللي انت طالع لك ده. ربنا على المفتري، حقك عليا يا عفركوش. شطور حموكشه، بكده انا هشيلك الديل. اذهب عنه ايها الذيل. شكرا يا عفركوش. ما تبطل افترى بقى على الواد يا عم عفركوش بدل ما ازعلك انا. الله 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 الله، برشامه بيتعصب عليا. ده انا ممكن ازعلك كمان لو جيت على صاحبي حموكشه تاني. طب انا هخلي الناس كلها تضحك عليك دلوقتي. ما تقدرش تعمل حاجه. تيري تيري تي 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 اتحول. ايه اللي حصل لك ده يا برشامه؟ الله يخرب بيتك يا عفركوش، انت سخطتني كده ليه، خلتني اقرع. خلاص بقى يا عفركوش، هزارك بقى تقيل قوي، يلا رجعني كما كنت. لا طبعا مش هرجعك زي الاول غير لما المتابعين يكتبوا لي في الكومنتات ان انا سامحك.
الحقوا اكتبوا له بسرعة، خليه يسامحني يا جدعان ويرجع لي شعري. وبكده يا اصحابي يكون الفيديو خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات علشان كلنا ناخد ثواب. ويا ريت يا جماعه كل اللي يشوف الفيديو يعمل لايك وشير علشان الحاجه دي بتفيدنا جدا. وشكرا لكم كلكم يا اصحابي. ايوه يا اصحابنا، يا ريت تروحوا كمان تشتركوا في قناه اليوتيوب.